أيوة، ممكن أسألك سؤال ولا ببص في عينيك كده؟ الموضوع هو إيه رأيك لو علامة الوحش مش علامة كل الناس تعرفها، العلامة اللي إحنا بنخاف منها قوي، صح؟ إنه يظهر رقم 666 مطبوع هنا على الجبهة أو على إيدينا. مش ممكن نكون مركزين في الموضوع ده زيادة عن اللزوم، وكل ما نفكر أكتر في نوع العلامة اللي هتكون واضحة للكل، مش ممكن نكون بنقع في خدعة ومش هنعرف العلامة الحقيقية للوحش. بصراحة أنا مؤمن إن علامة الوحش هتكون حاجة هتسهل على الناس، على البشرية كلها. هتكون حاجة مبتكرة، حاجة هتسهل الأمور، هتكون حاجة عصرية جدا، وناس كتير هتقع في الخدعة دي. عارف ليه أنا بسألك السؤال ده؟ لأنه فعلا بدأ يتطبق في البرازيل، وابتدى من نهاية السنة اللي فاتت، حاجة محدش بيتكلم عنها، بس أنا مؤمن إنها ليها علاقة كبيرة بنظام المسيح الدجال اللي هيتطبق هنا في العالم ده. عمرك فكرت تدفع كل فواتير السوبر ماركت والمواصلات وأي حاجة بإيدك؟ ده موجود فعلا في الصين، وابتدى هنا في البرازيل كمان، وده اللي فعلا مثير للاهتمام. فخليك معايا للآخر، لأني هوريك إيه هي الشركة دي وجاية منين، وإيه هو التاريخ المتوقع. يا إخواتي، أنا بدأت أبحث عن حاجات كتير عن العلامة دي وعن نظام الدفع ده، وبصراحة أنا اتقلقت جدا، وهوريك ليه. وقبل ما تفكر وتقول يا قسيس أنا شايف إن حضرتك بتبالغ، خليك معايا للآخر، هتفهم إحنا رايحين لفين بالكلام ده، ماشي؟ قبل أي حاجة بس عايز أطلب منك تشترك في قناتي. كل يوم عايز أصلي عشان أباركك من الصبح لحد بالليل، وبعد الظهر الساعة 3 هجيب لك مواضيع حديثة عشان أبقيك على علم بكل جديد، عشان محدش يضحك عليك. أمين؟ يلا بينا نبدأ. يا إخواتي، للي معرفوش، من شهر سبتمبر اللي فات في مترو برازيليا في ناس بقت بتعدي من البوابة من غير ما تمسك أي كارت مواصلات ولا حتى تطلع الموبايل من جيبها. الشخص ببساطة بيقرب من القارئ وبيمد إيده قدام جهاز رقمي، والنظام بيحدد مين الشخص ده في وقت قياسي. عشان تفهم سرعة الموضوع ده، في أقل من تلت رمشة عين النظام بيكون حدد اسم الشخص وعارف عنه معلومات كتير. والتكنولوجيا الحديثة دي ما وقفتش عند بوابة المترو دي. ليه؟ الشركة اللي اسمها تيك تيك بان، اللي هي المسؤولة عن مكانات الصراف الآلي بتاعة بنك 24 ساعة، عارفها؟ هي تعاونت مع إيلو، ودلوقتي بيعملوا تجارب حقيقية للدفع باستخدام كف الإيد هناك في برازيليا، وعايزين يوسعوا الموضوع لكل قطاعات المجتمع. وهم فعلا عملوا التجربة، عشان تبقى عارف، باستخدام الدفع الائتماني والخصم المباشر، وكمان عن طريق بيكس. وكمان شركة بوزيتيفو راحت أبعد من كده ونزلت في السوق ماكينة كروت بتخليك تدفع عن طريق بيكس بكف الإيد بس. وده اللي أنا عايز أتكلم عنه معاكم يا أخواتي، لأنه لما تعرفوا إيه اللي بيحصل لما المكنة تمسح كف إيدك، ساعتها هتفهموا جدية الموضوع. خلينا أوضح لك حاجة كمان. لحد نهاية السنة هم ناويين يحطوها في السوبر ماركتات، ولحد 2030 حاجات كتير هتحصل. ودلوقتي ركزوا معايا يا إخواتي، في مين اللي بنى التكنولوجيا دي؟ لأن ده هو التفصيل الأساسي اللي محدش بيتكلم عنه. النظام ده اسمه بلم آي، وهو اتعمل جوه شركة تنسنت اللي هي واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا هناك في الصين دلوقتي. ركز كويس في الموقف ده، مش مجموعة من أمريكا هي اللي جايبة التكنولوجيا دي هنا، ده مجموعة صينية. والنظام ده دخل بلدنا من غير أي ضجة، مفيش أي دعاية في وقت الذروة على التلفزيون، مفيش أي نائب في الكونجرس الوطني يناقش الموضوع ده علشان يشوف إذا كان هيبقى كويس أو وحش للشعب. ببساطة بدأوا يدخلوا النظام ده في الوقت اللي الناس فيه أكتر محتاجة ليه، وده بيكون وقت ما الناس رايحة الشغل الصبح، يعني هي محتاجة الحاجة دي، لازم تكون جزء من النظام وإلا مش هتشتغل. وأنا عارف إن في اللحظة دي ممكن تسألني يا قسيس مش حضرتك كده بتبالغ؟ دي بس طريقة سريعة للواحد يدفع فواتيره، دي تكنولوجيا ودي حاجة طبيعية ومفيش حد يقدر يعارض النظام. بالظبط يا إخواتي، بس دلوقتي خلوني أشرح لكم إيه اللي بيحصل لما الجهاز ده يقدر يشوف كف إيدك، لأن الموضوع ده بيغير كل حاجة. الموضوع كده، الجهاز مش بياخد صورة عادية لجلدك، وما ينفعش يكون كده أصلا، لأن لو فكرت معايا صورة عادية ممكن ناس عندهم نية سيئة يخدعوا بيها غيرهم باستخدام قالب الإيد أو حتى ورقة.
فده هيكون شيء ضعيف جدا. لكن الجهاز ده فعلا بيقرأ الإيد بجد. هو بيشوف نسيج الجلد، بيشوف اللون، وبيشوف رسم العروق بالظبط اللي ماشية تحت جلدك، وبيشوف كمان تدفق الدم اللي ماشي جوه العروق. فاهميني يا أخي؟ الموضوع ده جدي جدا، لأن النظام لازم يتأكد إنك عايش في اللحظة دي بالظبط. يعني مفيش طريقة، مثلا مفيش مجرم يقدر يخطف حد ويقطع إيده علشان يدفع بيها في أي مكان. فاهم؟ مفيش طريقة، لأن الدم لازم يكون ماشي في العروق. وفكر في قد إيه الموضوع ده بيسهل حياة الناس. ليه؟ الشخص مش محتاج كارت بلاستيك، ومش محتاج يحفظ أرقام سرية، ومش حتى محتاج يوري وشه. كل اللي بيتطلب إن دم الشخص يكون ماشي في عروقه. ولمجرد إنك تبقى عارف وطبقا للمعلومات، فرصة الخطأ في النظام ده هي 1 في كل 10 مليون إن النظام يقبل الشخص الغلط. وده معناه إنه في الحياة اليومية مستحيل تهرب من التعرف ده. هو فعليا مستحيل يا أخواتي. دلوقتي تعالوا نفتح الكتاب المقدس معايا عشان هوريكم حاجة يمكن ما خدتوش بالكم منها. في سفر الرؤيا الإصحاح 13 الآية 16 و17 بتقول كده: وكمان هو فرض على الكل، الصغيرين والكبار، الأغنياء والفقراء، الأحرار والعبيد، ياخدوا علامة على إيدهم اليمين أو على جبهتهم، ومحدش كان يقدر يشتري أو يبيع أي حاجة من غير العلامة دي، اللي هي اسم الوحش أو الرقم اللي بيمثل اسمه. يا إخواتي، أنا كنت بقرأ الجزء ده ولاحظت حاجة، وهي الآتي: الرسول يوحنا لما كتب الكلام ده ربط استخدام الإيد بفعل الشراء. تمام؟ الشراء أو البيع، يعني هو ما ربطهاش بالذهاب للكنيسة، وما شبهش الإيد بأي حاجة تانية غير الشراء. وعشان تبقى عارف، لما كتب الرسول يوحنا النص ده كان منفي في جزيرة اسمها بطمس حوالي سنة 90 بعد الميلاد. وفي الزمن القديم ده كان عندهم عادة راسخة جدا في الإمبراطورية الرومانية، وهي أن العبيد والجنود كانوا بياخدوا علامة على جلدهم، واللي في اللغة اليونانية كان اسمها خراجمة. بس الكلمة دي خراجمة كان ليها معنيين واضحين جدا في نفس الوقت. كانت بتمثل العلامة اللي تتحرق في جسم العبد. عارف العلامة اللي الناس بيعملوها في البقر؟ بالظبط، كانوا بيعلموا العبيد بالعلامة دي، يعني بالحديد السخن ده. وفي نفس الوقت الكلمة دي كانت بتعني نوع من الختم اللي الإمبراطور كان بيحطه على مستندات التجارة والإمبراطورية. ولو ما كانش فيه الختم ده، العبد ما كانش ليه أي قيمة قدام القانون، والبضاعة ما كانتش تتباع في السوق. فأنت فاهم الخط اللي أنا عايز أوصله هنا؟ من أول القرن الأول العلامة كانت بتجمع وظيفتين مع بعض، كانت بتبين مين ملكك، وكمان كانت بتديك تصريح إنك تتاجر، يعني تبيع وتشتري في السوق. يعني اللي معاه الختم كان يدخل السوق ويشتري، واللي ما كانش معاه العلامة دي كان بيقف بره وما يقدرش يشتري لا أكل ولا أي حاجة. يا إخواتي، عدى 2000 سنة ودلوقتي احنا قدام قراءة رقمية لليد بتحدد انت مين وبتسمح لك تشتري. كل اللي عليك تعمله حركة واحدة بس لازم أوضح حاجة هنا، لأني لازم أكون صريح. أنا كراعي ما ينفعش أضحك عليك، ربنا هيحاسبني. صح. يعني أنا مش جاي أقول إن قراءة كف إيدك دي هي علامة الوحش نفسها، هي مش كده. تمام؟ وهشرح لك السبب عشان تفهم إن الموضوع في الحقيقة أخطر بكتير. بص، في سفر الرؤيا في النص اللي لسه قريتهولك، لو قريت الآية 15 هتلاحظ إن العلامة دي كل حاجة بتبدأ بالعبادة الروحية. الموضوع كده، لو الشخص ما عبدش النظام ده أو صورة ضد المسيح هيتقتل في آخر الزمان. فده معناه إن علامة الوحش هي مجرد نتيجة لشخص بدأ فعلا يعبد النظام ده. فاهم؟ الشخص ببساطة قبل نظام المسيح الدجال وفي الآخر ركع قدامه. يعني الشخص اللي بيحط إيده عشان يدخل المترو أو يشتري من السوبر ماركت، هو في الحقيقة مش بيعبد حد. هي حتى مش عارفة كده، هي مش واخدة بالها، هي بس عايزة تروح شغلها وتسجل حضورها في الميعاد. ماشي؟ بس يا إخواتي، احفظوا الدرس ده في قلوبكم اللي هقوله دلوقتي. ليه؟ عدو أرواحنا الشيطان مش هيعمل لك فخ تقع فيه النهاردة أو بكرة، لأ، هو بيبني نظام كامل على مدار سنين لحد ما أنت تتعود على الحاجات الجديدة واحدة واحدة. خد وقتك وفكر. مثلا
في تشات اي بي تي. أنا عارف إن في ناس كتير مش بتستخدمه، بس في ناس كتير خلاص مش قادرة تستغنى عنه. أي حاجة الشخص عايز يعملها بيدور عليها في الشات اي بي تي أو في أي ذكاء اصطناعي تاني، لأن ده بيسهل حياة الشخص. والمسيح الدجال عشان يركب نظام عالمي هيشتغل في كل العالم، النظام ده لازم يكون فيه 3 حاجات، اللي هي أول حاجة المسيح الدجال لازم يستخدم أجهزة في كل مكان في العالم، في السوبر ماركت، في محطات النقل، صح، المترو، حتى في العربيات. هو محتاج يكون فيه نظام كامل لكاميرات المراقبة، كل حاجة متثبتة كويس عشان يبقى عنده سيطرة على الناس. بحاجة تانية اللي لازم يعملها إنه يخلي الناس يشوفوا إن الموضوع عادي جدا ويمدوا كف إيديهم عشان يشتروا حاجة، وده الناس هتقبله بسهولة جدا، لأن زي ما قلت الشخص مش محتاج يفتكر كلمة سر تاني ولا يمشي بالكارت في إيده، هو بس هيمد إيده وخلاص. يعني الموضوع سهل جدا، تمام؟ وآخر نقطة لازم نظام المسيح الدجال يعملها هي إنه يقنع كل الناس ويوريهم إنه هيبقوا أكثر أمانا، وإنهم مش هيضيعوا وقتهم في طوابير طويلة، أو إنهم مش هيتعرضوا لعمليات نصب. فاهم؟ لو قدر يجمع ال3 حاجات دول يبقى أكيد هو كده فعل النظام. عشان كده أنا بقول يا إخواتي، لو ركزنا بس على علامة واضحة بتظهر على الجبهة أو على كف الإيد هنلاقي نفسنا مش واخدين بالنا، لأن العدو مش هيجي في صورة حاجة تخوف، هو هيظهر لنا كأنه تسهيل أو راحة. في آية مثيرة للاهتمام جدا قالها الرسول بولس في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 11 الآية 14، قال كده، وده مش غريب لأن حتى الشيطان بيتنكر في صورة ملاك من نور. يعني هو مش هيظهر لنا بقرون ولا ديل صغير ولا أي حاجة من دي، هو هيجي في أكتر صورة محببة ممكنة، وكل الناس بعد شوية هتحب التكنولوجيا دي. ليه؟ لأنها هتحمي فلوسك من الحرامية. طبعا ممكن حد يجبرك تمد إيدك هناك، بس متفق معايا إن ده ممكن يديك أمان أكتر؟ يا إخواتي، هو ده بالظبط اللي الشركات عايزة توصل له. هم عايزين الموضوع يبقى بسيط لدرجة إن محدش هيسأل. وللعلم بس في أمريكا بدأوا يطبقوا النظام ده فعلا. أمازون اللي كل الناس عارفينها، صح، هي فعلا ركبت أجهزة قراءة كف الإيد في أكتر من 500 فرع من سلسلة سوبر ماركت هول فودز، واللي هي أصلا تبع أمازون. وفي الصين الحركة دي بقت عادة من زمان، الناس هناك بيستخدموها عشان يدخلوا المترو أو يشتروا حاجات. يعني الموضوع مش بس منظم من الصين، دي حاجة بتحصل في بلاد مختلفة مع شركات مختلفة تماما. وده بيخلينا نسأل سؤال قليل اللي خد باله منه، يعني في قوة خفية بتحرك كل ده، والقوة دي مش بيتحكم فيها رئيس الصين ولا رئيس أمريكا. القوة دي يا أخواتي بيتحكم فيها روح ضد المسيح اللي الكتاب المقدس بيقول إنه شغال في العالم من دلوقتي. وكمان عايز أقولك بسرعة إزاي الصين بقت مسيطرة على البرازيل. البرازيل بقالها كتير بتاكل من إيد الصين، والوضع هيبقى أصعب كمان. وبعد ما أقولك الكلام ده هوريك المفروض تعمل إيه، لأن يمكن تكون فاكر دلوقتي يعني إيه الشر هو اللي بينتصر، إحنا كده ضايعين، صح، إحنا في ورطة ومفيش مهرب. استنى هقولك المفروض تعمل إيه. بصوا يا إخواتي، الصين بقالها كتير مسيطرة على البرازيل. ليه؟ لأن البرازيل بقت أكتر مكان في العالم بيستقبل فلوس واستثمارات من الصين بمليارات الدولارات اللي اتضخت في مشاريع ضخمة بتشمل استخراج المعادن من الأرض ونقل البضائع عن طريق السكك الحديدية، وتوزيع الكهرباء لبيوتنا يا أخواتي كله جاي من الصين. وكمان السيطرة على المواني في البحر كله جاي من الصين برضو. يعني في أكتر من 200 شركة صينية شغالة في أهم المجالات في البرازيل، وعندهم خطط بيستثمروا مئات المليارات من الريالات البرازيلية لحد سنة 2030. أنا مش جاي أتكلم في السياسة عشان ده مش هدفي، هدفي إنك تبص للموضوع ده بعين الروحية، لأن السؤال هو ده، شوف إيه اللي بيحصل لما بلد كاملة تبقى تحت سيطرة بلد تانية. بالظبط، الكتاب المقدس بيقول اقرأ في سفر الأمثال الإصحاح 22 الآية 7، الغني بيتحكم في الفقير والمديون بيبقى عبد للي سلفه. يعني يا أخواتي الكلام ده مش رأيي الشخصي، ده موجود في الكتاب المقدس. اللي بيتحكم في التاني في الحقيقة هو سيده. للأسف البرازيل بقت بتفتح أبوابها للصين بشكل كبير،
والصين هي أكتر دولة بتتحكم في شعبها. هم ركبوا ملايين الكاميرات مش بس في بلدهم، بس كمان بيركبوا الكاميرات دي في البرازيل من زمان، والكاميرات دي بتسجل كل تفصيلة. طبعا ده ممكن يساعد في الأمان، زي مثلا ممكن تحدد المجرم وسط الناس، ممكن، بس في نفس الوقت الناس بتبقى عبيد ومش حاسين إن ده وحش، وده الأسوأ. لأن لو سألت الناس اللي راحت الصين قبل كده، البرازيليين اللي سافروا هناك، كلهم حبوا المكان، لأن كل حاجة هناك مثالية وكل حاجة شغالة. بس يا إخواتي، لو حد خرج عن الخط أو اتكلم عن الحكومة وحش، أو مش موافق على حاجة معينة، أو ما دفعش الضرايب في ميعادها، الشخص ده بيفقد حريته تماما. فاهمين؟ ما يقدرش يسافر، ما يقدرش يركب المترو من مكان لمكان، ما يقدرش يخرج من بلده، ما يقدرش يشتري حاجات كتير. كل حاجة بتبقى محدودة. فاهمين؟ وبنفس الطريقة البرازيل بتملأ البلد بالكاميرات دي، والكاميرات دي أصلا مش من بلدنا، دي مصنوعة في الصين. وأنا عارف إن في اللحظة دي ممكن تكون بتفكر يا قسيس، طب ولو الأمور ساءت؟ ساعتها هشتري لي مزرعة صغيرة، حتة أرض فيها مية، وهعيش أنا وعيلتي هناك في وسط الغيط. يا إخواتي، حتى كده مش هنعرف نهرب. هقول لك ليه. ممكن أجيب لك خبر عن الأقمار الصناعية اللي هم أصلا بيحطوها في الفضاء. القمر الصناعي ده هيقدر يشوف شعرة صغيرة هنا على الأرض، هيقدر يشوف الحيوان الأليف اللي في حديقة بيتك. ودلوقتي بقوا يقدروا يحددوا الأشخاص اللي ورا الحيطة بكل بساطة عن طريق إشارة الواي فاي. يا إخواتي، مفيش مهرب. ليه؟ إحنا خلاص سلمنا بياناتنا على الإنترنت، ماشي؟ لو بتستخدم الإنترنت زي أغلب الناس، بياناتك خلاص موجودة هناك. غير كده كمان، أنت دلوقتي بقى بيتتبعوك بطرق كتير مختلفة، عن طريق رقمك القومي وعن طريق شبكية عينك. أنا حتى عملت فيديو هنا على قناتي وكنت بتكلم عن النظام ده اللي بدأ يهاكر عيوننا، بدأ يشفر عيوننا باستخدام شركة عملات رقمية. وكل الناس افتكروا إن ده شيء رائع، خصوصاً إنهم كانوا بيدفعوا مقابل كده. يا إخواتي، مفيش مجال للهروب خلاص، خصوصاً من دلوقتي السيطرة هتكون أكبر بكتير. هو العين اللي شايفة كل حاجة، ده اللي بيستخدموه، صح. التعبير ده. لأن إله هذا العصر اللي هو الشيطان مش موجود في كل مكان، مش حاضر في كل الأماكن، بس هو يقدر يستخدم وسائل، والذكاء الاصطناعي أكيد هيستخدمه عشان يسيطر على الناس. وبالمناسبة يا إخواتي، إحنا حتى مش قادرين نهرب من ربنا. على فكرة ده مستحيل، لأن داود لما كتب المزمور 139 من الآية 7-10 قال كده: إزاي أقدر أهرب من روحك؟ أروح فين عشان أهرب من وجودك؟ لو طلعت السماء أنت هناك، ولو نزلت لعالم الأموات برضو أنت هناك. لو طرت على جناح الصبح، ولو سكنت في أبعد أماكن البحر، حتى هناك إيدك هتهديني وقوتك هتسندني. يعني يا أخواتي، المرنم داود كتب المزمور ده وهو شوية خايف من الفكرة دي، إنه هو مش قادر يستخبى من ربنا. بس في الآخر هو فهم إن ده شيء عظيم، لأنه لو هو مش قادر يهرب من ربنا، أحسن حاجة نعملها إننا نسلم نفسنا في إيده. آمين. أنا عارف إنك النهاردة بتبص على حياتك وبتشوف يا ترى إزاي هقدر أتحمل كل التجارب دي في آخر الزمان. إحنا شايفين الشر بيزيد والفترة الصعبة اللي إحنا عايشينها دي، بس يا إخواتي لما بنكون في حضرة ربنا هو بيحط سلام في قلوبنا. إحنا ببساطة بنرتاح وبنكتسب قوة وشجاعة نواجه بيهم الحياة اليومية، وإحنا مش محتاجين نقلق من أي حاجة من اللي حكيتها لك دي، لأن يسوع قال في متى 24 إن كل ده لازم يحصل وكل ده لازم يتم. بس الأهم عارف إيه هو؟ لما التلاميذ سألوه عن علامات نهاية الزمان، أول حاجة قالها يسوع في العدد 4 من متى 24 رد عليهم وقال كده: ما تسيبوش حد يخدعكم. يعني أهم حاجة تقلق عليها هي الخداع الروحي، لأن يسوع كان عارف كويس إن الخطر الأكبر مش هيجي من الاضطهادات اللي من بره، لكن من قلة السهر جوه قلبك انت. وده اللي بيزعلني يا اخواتي، لأن في مؤمنين كتير نايمين والناس مش بتصحى. فاهمين؟ هم مشغولين بحاجات صغيرة قوي، بيغتابوا وبيتكلموا على الناس وعلى الكنيسة، ومش واخدين بالهم من حياتهم هم نفسهم. يا اخواتي، الهدف من الفيديو بتاعي النهاردة كان كده، اني افتح عينيكم. زي ما قلت، دي لسه مش علامة الوحش، بس الشيطان اكيد هيستغل الانترنت والذكاء
artificial principalmente. والأيام اللي جاية هي أيام لازم نكون فيها مركزين في كل تفصيلة وفي كل خبر يطلع في الجرايد. آمين. أنا القس أنطوني جونيور، وأتمنى تكون الرسالة دي عجبتك، وما تنساش تشاركها دلوقتي عشان أنا عارف إن في ناس كتير محتاجة تفتح عينيها للحاجات اللي جاية دي. ماشي؟ هسيب لك هنا فيديوهين على الشاشة، اختار منهم اللي تحب تتفرج عليه، وأنا هستناك في الفيديو الجاي. ربنا يباركك بقوة. أطيب تحياتي.